والدفاع الحاضر مع المتهم الأول طلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تقدره الهيئة الموقرة، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث أن للمتهم محلي إقامة وعمل ثابتين ومعلومين ولا يخشى عليه من الهرب، كما أن إخلاء سبيل المتهم لن يؤثر على سير الدعوة. ودفع الحاضر ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات، وذلك لعدم استصدار إذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهم في أي حالة من حالات التلبس، وأن القبض سابق لتحرير المحضر بمدة مقدارها 12 ساعة، كما دفع بتلفيق الاتهام من مأمور الضبط القضائي وانقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط وحيازته، كما دفع بمكتبية المحضر وأن دباجته معدة مسبقا بتاريخ 21/11/2024، كما ادعى السيد مأمور الضبط القضائي في محضر الشرطة وفي محضر النيابة لما اتسأل عن الكلام ده قال إن هو خطأ مادي، والخطأ المادي استحالة رئيس يكون في تاريخ كامل. كما دفع بعدم وجود تحريات من الأساس وتلقي السيد مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير، كما دفع بانفراد السيد مأمور الضبط القضائي بالشهادة أمام النيابة العامة وحجبه لأفراد القوى المرافقة له عند الضبط، وعدم إفصاحه عن هوية المخبر السري مما يضعف حجيته لكونه القائم بالضبط والشاهد الوحيد بالأوراق. أنا أعلم معالي الرئيس أن المحكمة هنا مش محكمة موضوع، ولكن أنا يعني أعلم جيدا أن من شأن المحكمة أن تنظر في أمر استئناف الحبس أو إخلاء السبيل، وعشان خاطر نتكلم في مباريات الحبس الاحتياطي فطبيعي إن احنا نتطرق للموضوع يا ريس. والمحضر اللي قدامنا ده مليء بالتلفيقات وواضح جدا 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 بالعين المجرده من اول المحضر ان تاريخ المحضر 21/11/2024، ان الضابط بيقول ان الكيس اللي كان مضبوط معاه اللي رآه بالعين المجرده من على بعد 5 متر كان كيس شفاف اللون، وبفضل الكيس الاسود اتحول الكيس الشفاف اللي هو راح له عشان خاطر يمسكه من ايده لكيس اسود. ازاي؟ انا ما اعرفش. ان الضبط قال ان الساعه 7 بقى الساعه 8، ما هو طبيعي يا ريس ان احنا نتكلم او نتطرق للموضوع. لا يا ريس، بتمسك بالطلب. عندك سبب ايه يا سامي؟ ولا سبب. وانت حسين؟ لا ما عنديش حاجه بقى. مخدرات مفيش؟ لا والله. سيرة نلتمس من هذه الموقرة ان احنا نقدم حافظه تنطوي بداخلها على صوره من الباسبور الخاص بسامح، لان احنا معناش اي اوراق تخصه غير الباسبور اللي السيد مأمور الضبط القضائي خد الورق بتاعه كاملا من كارنيه العمل والبطاقه الشخصيه.